لا نشتي اسمع زفل أيوب طارش. رشوا عطور الكاذية على هديل الغالية وعاوذوها بالنبي وادعوا لها بالعافية. إن شاء الله تكون عروس 25. قولوا آمين. آمين. وينه؟ جاب جديرتنا. صورت فيديو. إيه جاب جديرتنا. أنا أصلا من الديرة قلت لك شو قبل. جيت عشان مقناص. لا مين مقناص؟ هو اللي يحبني. ترى هو اللي يموت فيني. تخافي وجهلت عليه. ترى هو اللي يموت فيني مو أنا. كلنا نموت فيش والله زوينة. أفضفض لكم شوية. انتوا عارفين سنة 24 على قد ما هي يعني عملت لي أشياء يعني زعلتني وضايقتني، بس في أشياء أكثر وإيجابية أكثر. والله حققت أحلام كثيرة، وصلت لمبتغاي بأشياء كثيرة، وغيرت أشياء كثيرة. لحظة، وغيرت أشياء كثيرة فيني. وغير إنه مثلت مسلسلين دي السنة اللي هو دروب المرجلة الجزء الأول، وإحنا بنصور حاليا الجزء الثاني، وكافيه المغتربين. غير إنه سافرت يعني السعودية مرة ثانية، وكمان رحت الأردن. إن شاء الله السنة هذه 25 إن شاء الله من الدول العربية أشتي أروح قطر ودبي وموسم صلالة عمان وش كمان وسعودية إن شاء الله أكيد. برضو أشتي أزور الأردن مرة ثانية. أما بالدول الأوروبية أو الأجنبية أشتي أروح باريس، أشتي أروح الهند وتركيا. يعني لازم هذه السنة يكون في سفرات كثيرة. وغير كذا أشتي أروح سقطرى، لازم أروح جزيرة سقطرى بالسنة. فمرتبة رحلة على شهر 2 إن شاء الله يجي، وقد رحت قبل رمضان بأسبوع إن شاء الله بكون في سقطرى. نفسي أروحها من زمان والله، من عدني صف سادس من يوم ما أخذنا عليها في كتاب الجغرافيا، وأنا متحمسة أروحها. لا نشتي اسمع زفل أيوب طارش. رشوا عطور الكاذية على هديل الغالية وعاوذوها بالنبي وادعوا لها بالعافية. إن شاء الله تكون عروس 25. قولوا آمين. آمين. يا جماعة كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كنت بسجل هذا السناب عشان في بالي كذا كلام. يمكن معنا المشهد حق لما الشيخ يعرض المهاوش من هو فارس القبيلة اللي قبض على فزاع ويطلع عوض. هذا المشهد اللي كنت فيه تعبانة جدا والله، حاولت أعطيه فيه من روحي بعد مشهد الحريق والحطب وهذا. مش عارفة أدعي كيف بيكون بالمشهد هذا، لأني كنت تعبانة قوي. شوفوا عدني حتى مركب الفراشة لازم ننبض حيوي لمدة 5 أيام. فأنا أزعل لما أشوف نفسي بالشاشة كذا، وأحس إنه كان في أداء أكثر من كذا. أقول يا ليتني جيت على نفسي، يا ليتني نسيت التعب، رغم إنه هذا خارج عن إرادتي. وقتها ما واحد ما يقدرش يعمل شيء. فبس حبيت أفضفض شوية عشان إن شاء الله يعني تعجبكم هذه الشخصية أحسن من السنة الأولى. إن شاء الله العمل ده يعجبكم أفضل من السنة الأولى، لأن إحنا تعبنا عليه كثير، وعلي أنا على المستوى الشخصي والله أن قلبي يدق بسرعة ما تتخيلوا، غير النفس الصعب إني أسحب النفس بصعوبة. شكرا. أقول يا رشة لا تمدحين ولد عمتش، ترى لو لمهاوش دي